وتقضيها الطالبة بين يدي معلمتها مسيرة طويلة، لكن صدقوني أجمل من كل مراحل الدراسة التي يمر بها الإنسان. يتخرج الإنسان من مدرسته، من جامعته، من مهنته، والله لا يجد فرحا كفرحة ختم كتاب الله عز وجل. وأنتم ما الذي جمعكم اليوم؟ ما الذي أتى بكم إلى هذا المكان؟ جئتم لتشهدوا هذا الحفل العظيم، جئتم لتشهدوا هذا النور الكبير، جئتم لتشهدوا هذا الفتح المبين. حفظ القرآن رسالة عظيمة تركها بين يدينا المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما أوصانا بحفظ القرآن من خلال بيان فضل الحافظ. وإلا فما معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن حافظ القرآن يأتي يوم القيامة، يأتي القرآن بين يدي الله عز وجل، أن يتمثل القرآن، يتمثل بين يدي الله تعالى فيقول: يا ربي يا ربي حله ألبسه حلة. قال: فيلبس الله تعالى حافظ القرآن تاج الكرامة. إيش اسمه؟ تاج الكرامة. هذا تاج من الله تعالى، إكرام من الله تعالى، والإكرام من الله ما بعد إكرام يا جماعة. فيقول القرآن: يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، تاج الكرامة وحلة الكرامة، إكرام من الله عز وجل. ثم يكرم الوالدان، والد حافظ القرآن ووالدة حافظ القرآن، تاج من نور، تاج من نور. هنيئا لمن كان ولده أو كانت ابنته من أهل القرآن يا جماعة. لو جاء الله عز وجل بس بهذه الخصلة إن شاء الله تعالى تكفي. لو جاء يوم القيامة بس بهذا الأمر والله يا أخواننا بيكفيه. تاج من نور ضوءه أحسن من ضوء الشمس في هذه الدنيا، فما ظنكم بالنجل عند جزائه؟ أولئك أهل الله والصفة الملأ، كما يقول الإمام الشاطبي رحمه الله. حافظ القرآن حامل راية الإسلام، كما يقول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله لا يعذب قلبا وعى القرآن، أي كان قلبه إيش؟ وعاء للقرآن. والله يا أخواننا، هل في شرف وفضل وإكرام أكثر من أن الإنسان إذا حفظ القرآن ينسب إلى الله فيقولون هذا من أهل القرآن، من أهل الله؟ أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، أهل الله وخاصته. والله يا أخواننا، أنا عم أقول الحديث أشعر بنوع من السرور، من السعادة، فكيف بمن ذاقها إذا كان فعلا من أهل الله؟ أهل الله، أهل الله وخاصته. عجيب عجيب هذا الإنسان حينما اعتنى بالقرآن. وكما يقولون: لا نقول حفظ القرآن بل القرآن يحفظه، ولا نقول القرآن حفظت القرآن بل القرآن يحفظها. عجيب أمر حافظ القرآن. في قصة دائما أستشهد بها بمثل هذه المناسبات، قصة ذكرها الإمام أحمد في كتاب الزهد. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ذكرها في كتاب الزهد، فقال عن بلال بن أبي الدرداء. بلال بن أبي الدرداء كانت أمه عثامة
قد كف بصرها، فجاء ولدها يوما راجعا من الصلاة فقالت: أصليتم يا بني؟ قال: نعم. فأخذت تنشد تقول: عثام ما لك لاهية، حلت بدارك داهية، ابكي الصلاة لوقتها إن كنت يوما باكيا، وابكي القرآن إذا تلي قد كنت يوما تاليا، تتلينه بتلهف ودموع عينك جارية، واليوم لا تتلينه إلا وعندك تالية، لهفي عليك صبابة ما عشت طول حياتي. الآن بعد أن فقدت بصرها ما عادت تعرف أول الوقت، ما عادت تحسن التلاوة إلا وعندها من يتلو عليها القرآن. فالإنسان يا أخواننا يعجل قبل فوات الأوان، قبل الندم، يقبل على القرآن، يقبل على القرآن تعلما وتلاوة وتدبرا، وكلنا مطالبون، كل واحد حسب حاله. اللي بعده ما بيعرف يقرأ القرآن يتعلم التلاوة، واللي بيعرف يقرأ القرآن يقبل على الحفظ، واللي حفظ بيقبل على الجمع. وعندنا التدبر، هذا مهمة كل مسلم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ يا رب بحق هذا الجمع المبارك، يا رب خرجنا من بيوتنا لا نرجو إلا رضاك، يا رب خرجنا من بيوتنا اتقاء سخطك، حضرنا ختم القرآن، شهدنا هذا الختم المبارك، يا رب فاجعل هذه الساعة من أبرك ساعاتنا، من أفضل ساعاتنا، ومن أجود ساعاتنا تجود فيها بعطاك علينا يا رب. يا رب بحق من حضر من عالم الغيب والشهادة، عالم الإنس والملك الذين كلفتهم أن يحضروا ختم القرآن، بحق الملائكة الذين يشهدون مجالس الذكر والقرآن، بحق من حضر معنا من الصالحين ومن أهل القرآن ومن الحافظين والحافظات، نتوجه إليك، نتوسل إليك، نرجوك ألا تخرجنا من هذا المكان إلا وقد أكرمتنا. يا رب كرمك، يا رب عطاك، يا من عطاه يدهش، سد علينا بالخير يا رب، لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا يا رب. إنا عبيدك، أبناء عبيدك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وتفريج كروبنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، واجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. اجعل القرآن قائدنا إلى الجنة ولا تجعله سائقنا إلى النار. اجعلنا ممن يقرؤون حروفه ويقيمون حدوده يا رب، ولا تجعلنا ممن يقرؤون حروفه ويضيعون حدوده يا رب. قد شهدنا ختم كتابك، فاجعل لنا في هذه الساعة بكل حرف من القرآن حلاوة، وبكل كلمة كرامة، وبكل جزء جزاء حسنا يا رب العالمين. اجعل هذا الختم المبارك قرة عين لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب. في هذه الساعة اجعل هذا الختم
سعادة لروح رسول الله، وفرح لروح رسول الله، وسرور لروح رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رب في برزخه الشريف أبلغه من هذا المجلس السلام، من هذا المجلس السلام، أقرئه يا ربنا من هذا المجلس السلام. والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله. اللهم إنا في هذه الساعة نشهدك أننا نحبه، وأننا على عهده، وأننا نريد أن نكون من جنود دعوته. يا رب فاقبلنا من جنود دعوتك المخلصين. يا رب اجعل أعمارنا في سبيلك، حياتنا في سبيلك. يا رب اجعلنا كلنا في سبيلك يا رب العالمين. يا رب نحن مقصرون فاغفر لنا، يا رب نحن مقصرون فتب علينا، يا رب نحن مذنبون فاغفر لنا واسترنا. يا رب إنا نسألك يا أرحم الراحمين مغفرة تامة ورحمة شاملة يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا الختم المبارك هدية كاملة وتحفة واصلة إلى روح معدن الصدق والصفاء سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن جنابه الشريف إلى أرواح سائر الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم أجمعين، وإلى أهل الله أجمعين، وإلى أرواح مشايخنا يا رب. واجعله يا رب في صحائف أعمال والدينا، ومن علمنا، ومن درسنا، ومن فهمنا، ومن دلنا عليه، ومن حببنا بنبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. أكرم كل من حضر معنا بفهم القرآن وتلاوة القرآن وحفظ القرآن، كل على طاقته يا رب. يا رب اجعل ذرياتنا من أهل القرآن، يا رب اجعل ذرياتنا من أهل القرآن. اللهم يا رب العالمين اجعل ذرياتنا من أهل القرآن. يا رب اجعل الأخوة فيما بيننا على كتابك وعلى محبة نبيك صلى الله عليه وسلم. يا رب العالمين أخرجنا من هذا المكان بذنب مغفور وتجارة لن تبور، وارزقنا الحج والعمرة وزيارة حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم. يا رب اجعل هذا الختم سببا للفرج عن أهل غزة. يا رب فرج عنهم، يا رب طال البلاء عليهم، يا كاشف الكرب، يا قاضي الحاجات، يا مجيب دعوة المضطرين، اكشف الكرب عن أهل غزة أجمعين، وعن أهل فلسطين أجمعين، وعن سائر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. والحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والفاتحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل منا على نيته.